بس هو مشكلة وين إخواني؟ أنا دائما أكررها وأعيدها، يحتاج للإنسان قلب واعي يعي معرفة المعصوم أنه مفترض الطاعة. فإذا قوله قول الله عز وجل، تقريره تقرير الله عز وجل، حكمه حكم الله عز وجل. إذا أنت تتمتع بهاي الصلاحية أتصور جدا المسألة بسيطة عليك، بس ذاك البعيد ترى يحتاج هواي يتأمل وياك ويحتاج يدقق وياك ويريد أدلة وكذا. فهذا اجى للإمام سلام الله عليه، للإمام كريم أهل البيت، ومن بعيد شاف الإمام وأصحاب الإمام وياه أيضا، أخذ يشتم بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، بعلي وأولاد علي، إلى أن وصل يمه. قال: من أي البلاد أنت؟ أظنك غريب. قال: من بلاد الشام. قال: تلك شنشنة أعرفها، أنا أخزى متكلم، عندك حاجة أقضيها لك، محتاج، عندك دين مثلا، هذا محشين دماغه عن كلام أهل البيت. ولا تستغرب، مو ذاك لما استشهد علي بن أبي طالب في المحراب مو قال هو شنو؟ ليش علي بن أبي طالب يصلي حتى أنه قتل في المحراب؟ هذا الإعلام، مو الإعلام له دور. واليوم أنت ببركة أهل البيت والإمام الحسين لما جالس بهذا المجلس، تصدقني يا إخواني، المتصدي زين العابدين والسيدة زينب فخر المقدرات، وإلا والأئمة المعصومين لولا إعلامهم ما وصل حد المجلس إلى هذا الحد. مو فالتفت للإمام يقول: هذا لما شاف أخلاق الإمام كريم أهل البيت بهاي الحالة يقول: والله وددت أن الأرض تنشق وتبلعني ولا عيني تنظر إلى كريم أهل البيت. يقول لما يقول للإمام مباشرة قال له: سيدي يا ابن رسول الله، إلى الله وإليك المعذرة، فوالله ما دخلت المدينة وأبغض شيء عندي إلا علي وأولاد علي، وما خرجت من المدينة وأعز وأحب شيء عندي إلا علي وأولاد علي. لكن هاي يحتاج لها تأمل إخواني، وأنا ما أريد أطيل عليكم أحبتي. الإمام سلام الله عليه، أنا أريد أسألكم سؤال: ليش هو الرجل بمن يكرم؟ خلي أسمع منك الجواب. الرجل بمن يكرم؟ بأولاده، مو؟ أنا جبت لكم بحث وأنا أقول لك يعني وأأكد لك أن الإمام الحسن عليه السلام، وهي مشكلة لما تنظر إلى سيرة الأولياء، ترى وحقك إذا أرادوا يظلمون شخصية يظلمونها، مو جدا طبيعة التاريخ مو بيدك أنت. سلطات استلمت التاريخ، حرفت ما حرفت، ونعمة من الله اللي الآن جاي نأخذ تراث ولو شيء قليل. ترى هذا اللي جاي يصلك، مو يجي واحد يسأل أحد العلماء في بالي تتخطر المسألة، يقول له: سيدنا أنا أسمع حول كربلاء قضايا وكذا، تدري شو يقول له؟ يقول له: فوالله ما وصل إليكم إلا النزر القليل من واقعة كربلاء، وإلا كل شيء حدث في كربلاء. ويتهمون الإمام الحسن أن الإمام الحسن ما عنده شيء بكربلاء. شو تصورون؟ الإمام الحسن ما قدم بكربلاء إخواني؟ قدم له لا؟ لا والله قدم، وأثبت لك بالأدلة وهاي جايبها وياي أدلة أن أولاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه قدمهم قرابين، وهاي التربية الصالحة اللي يتمتع بها أولاد الإمام الحسن عليه السلام. وأنا أنقل لك هاي الأسماء وشوفها أنت. أول واحد زيد، وهو من أولاد الإمام الحسن كريم أهل البيت سلام الله عليه. يقول هذا كان هو اللي يجمع صدقات جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وعليه هيبة رسول الله. هذا واحد من أولاد الإمام ماذا؟ الإمام الحسن عليه السلام. احفظوا وياي، وإذا عندك ورقة وقلم هم اكتبها للفائدة. ترى ما أتصور تسمع هاي محققة إخواني، والأدلة والمصادر كلها موجودة. هذا واحد. اثنين، الحسن المثنى سلام الله عليه، هذا يعبرون عنه أنه كأنه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه.
هذا ثاني أولاد الإمام الحسن، راح مع عمه الحسين وقتل 17 من الأعداء وسقط صريع. لما اجوا الأعداء أخذوا يحزون الرؤوس. هي مشيئة إلهية، شو تصوروا؟ ترى الأرواح بيد من إخواني، بيد الله عز وجل. وإلا لما تقف أمام الدليل يعني ما تصمد هاي الرواية. ليش؟ أبسط شيء هم عطاشة، مو وقتل 17 رجلا وفي رمق من الحياة، وإجوا يهتزون الرؤوس وشافوه. واحد من أخواله قال اشفعوا لي عند الأمير، وهذا أخذه وياي، وبالفعل أخذه وتشافوا. والله عز وجل شاءت الأقدار أن يكون نسل الإمام الحسن كريم أهل البيت عليهم السلام من الحسن المثنى. وأنت تروح بالمزارات دائما ترى يرجعون وين؟ للحسن المثنى. وقتل من الأعداء، لكن المشيئة الإلهية شاءت الأقدار أن وإلا قلت لك هذا الكلام هو أمام الدليل العقلي ما يصمد. لكن احنا ما دام عندنا أدلة روائية وأحاديث تبين لنا ما إن غرض بالعقل. مو هذا واحد. اثنين، الحسن الأثرم أيضا من ذرية الإمام الحسن عليه السلام، لكن انقطع نسله سلام الله عليه. طلحة أيضا من أولاد الإمام الحسن عليه السلام، هذا أيضا شهد واقعة كربلاء. بعد عبد الرحمن هذا مات ويا الإمام الحسين. لما الإمام الحسين في أحد ذهابه إلى بيت الله الحرام راح للحج، وفي الطريق مات هذا الرجل أيضا من أبناء الإمام الحسن سلام الله عليه. هذا أيضا مع الأسف احنا منابرنا ما تذكر هاي الشخصيات، وإلا لهم حق علينا. لو لا أريد أسمع منك، لهم حق علينا، نريد نشوف من اللي يضحى، من اللي يقدم، ونشوف الهجمة الشنعاء ضد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من أبناء الإمام الحسن الذي استشهد يوم كربلاء بين يدي الحسين اسمه أحمد، من أجلاء العلماء استشهد بين يديه الإمام الحسين عليه السلام. يقول كان من الأبطال، قتل 51 من الأعداء واستشهد، وقتله ابن حضرمي. يقول أمه كانت تنظر إليه وإذا به يذبحه بسهم من الوريد إلى الوريد. هاي ذرية الإمام الحسن عليه السلام. أنطيك بعد عبد الله الأكبر أيضا استشهد مع عمه الإمام الحسين عليه السلام، والذي قتله هاني بن ثبيت الحضرمي ضربه بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. قدموا له لا؟ هاي كلها شهداء إخواني. سمعان أنت هذا الكلام لو لا؟ لا تتصور بس القاسم أبدا. شوف هاي الشخصيات اللي ضحت وقدمت من أبناء الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وبعد عبد الله الأصغر، عبد الله الأصغر يقولون أعظم مصيبة إخواني أحبتي، أعظم مصيبة نزلت على قلب أبي عبد الله الحسين هي مصيبة عبد الله الأصغر. ليش؟ لما قتلوا أصحاب الحسين وأهل البيت بقى الحسين وصرع الحسين في آخر لحظاته. هذا الطفل كان صغير بالخيمة، شاف الإمام الحسين بهالحالة هاي، فلت من يد زينب سلام الله عليها. الإمام الحسين أخي زينب احبسي هذا الغلام، لأن يدري ذولا ما عندهم مروة. ليش هم الطفل الصغير ذبحوه؟ ظلت على هذا احبسيه. بأبجر جاء إلى الحسين، أراد أن يضرب الحسين بالسيف، صاح عليه ويحك يا ابن الخبيثة أتضرب عمي الحسين؟ شوف انت حال الحسين. فمد يده الطفل الغلام فضربه هذا اللعين على يده فقطعها من المرفق وبقيت معلقة بالجلد. طاح بحضن الحسين. شي يسوي بعد؟ قال نعم يا حسين أدركني يا أبا عبد الله. قال صبرا يا ابن أخي سويعات ويسقيك جدك رسول الله بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يقول أم المصيبة أم تباوع بأم العين.
هاي مو مصيبة إخواني، هاي المصائب كلها كانت تجري على أولاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هاي مصائب إخواني. ومنهم أيضا وأكبرهم هو القاسم. وهاي قبل لا أدخل إلى مصيبة القاسم أكو هنا إشكال يصير إخواني. سمعتوا أبو بكر وبعد وطلحة وعمر وغيرهم، المشكلة اللي جاي يصير يقول الله شيعة أهل البيت ما يسمون بهاي الأسماء، لا والله نسمي ونقدسها ونعتقد بيها. ليش؟ لأن مو القضية بالأسماء إخواني، ترى مو قضية أسماء، العمل بمن؟ بالتقوى، والميزان بين الناس والتفاضل بمن؟ بالتقوى، وإلا هذا ما موجود أصلا. ويقولون إحنا ليش نتأثر دائما بمصيبة القاسم؟ ليش طغت على إخوته وهم أكبر منا؟ أنا أقرأ في بعض الروايات في تصحيح يعني ودقة وقراءة ومطالعة وبحث، وجدت من أبناء الحسن عليه السلام عمره 22 سنة إخواني. والإمام القاسم سلام الله عليه كان غلام لم يبلغ الحلم. ليش؟ لأن كانت أكو علاقة بين الإمام الحسن والحسين عن طريق القاسم. يقولون أشبه الناس بأبيه الإمام الحسن سلام الله عليه. والقاسم سلام الله عليه شوفوا شلون عجيبة إخوان الرجال الأبطال. القاسم ليلة العاشر الإمام الحسين عليه السلام، أريدك بالله عليك أسألك بالله تحفظها دائما ترددها شوية وياك. القاسم الإمام الحسين عليه السلام جمع أصحابه، شلون هسه احنا مجتمعين على حب محمد وآل محمد، ما عندنا شيء ترى بحقك. جمع أصحابه قال لهم ترى أنت فلان من الشهداء، فلان من الشهداء، فلان. يقول وصل السر وين؟ للقاسم. الإمام الحسين ما جاب طار القاسم، أخذ القاسم وضع رأسه بين ركبتيه وأخذ يبكي. أمه شافته قالت له ليش تبكي بني؟ قال له أمه إن أمي الحسين سلام الله عليه ذكر الشهداء ولم يذكرني، يظهر أنا باكر مو يا الشهداء، وهاي حسرة علي والحسين وأصحابه وحبيب ابن مظاهر وعم العباس وهاي كل المؤمنة، وأنا أريد أنال الشهادة. الإمام الحسين يريد يشوفه. يقول هناك جابته واجت يم الحسين، أبا عبد الله انكسر قلب القاسم وانت ما جايب طارية بالشهداء. التفت له، شوفوا هذا درس إخواني، التفت للحسين قال بني قاسم ما ترى الموت؟ شنو رايك؟ قال يا عم في نصرتك أحلى من الشهد، بنصرتك أبا عبد الله. هذا موقف وبالفعل